ما بعرف إذا في بلد بالعالم عمل مؤتمر حوار وطني بخلال 6 ساعات. حتى الوزير يعني اللي مستقل بنسبة أو بأخرى هو محاط بمعاونين يعني معينين مسبقا أو لاحقا ومفروضين عليه تلكؤ وبطء في ملفات العدالة الانتقالية، فضلا عن ملف السلم الأهلي الذي لا يبدو أنه يسير بخير. مرحبا، باعتبار أنه هاي الحلقة الأولى من هذا البودكاست، فأنا حابب أنه يكون فيه جردة عن الأشهر 7 تقريبا اللي مضيت على سقوط النظام، لأنه يعني صار وقت كافي يعني نتأمل بالطريق اللي ماشي فيه البلد بعد هاي الفترة. خاصة كلياتنا بنتذكر انه يعني ابتداء من 8 كانون الأول ديسمبر 2024، لما صار في مساءلات ومطالبات من بعض الناس وانتقادات، كان يقال لهم من قبل ممثلي السلطة الجديدة وأنصارها انه يعني انتم مستعجلين، اعطونا وقت، انتم تطلبون اصلاحات بالبلد اكثر بكثير مما يتحمل الوقت القصير يلي نحن لسه قضيناه في الحكم. والحقيقة يعني انا ما بعرف بالضبط، يعني ما كان حدا عم يطلب تماما انه مثلا تصلح الكهرباء بشهر، ولا تنحل مشاكل الأعمار أو إسكان الناس، أو يعني أي شيء من المهام الثقيلة جدا اللي أمام سوريا. ما كان حدا ساذج أبدا لدرجة أنه يطلبها بخلال شهر أو شهرين، إنما النقاش كان حول الخط العام اللي ماشي فيه البلد. وهذا كان ممكن أنه الواحد يلمح عليه مؤشرات ويناقش ويعترض، ويعني لم يكن كلامه مبكرا أنا برأيي. على كل حال، فكرة أنه أعطوهم فرصة، يعني صار ممكن الآن مراجعتها بعد 7 شهور، نشوف أنه هاي الفرصة التي أخذت، يعني سواء يعني أعطيت لهم أو هن أخذوها وخلاص، يعني أنه شو اللي صار فيها. بفضل أبدأ من الجانب الخارجي، العلاقات الخارجية، باعتبار أنه هي ملف أسهل وأوضح، وملف يعني تعتبره السلطة الحالية يعني الملف الأنجح بلا شك. هلأ بداية صار في ترحيب كبير جدا بالنقلة اللي صارت بسوريا، نتيجة سببين أساسيين. السبب الأساسي هو الأول، اللي هو إنه البلد كانت نابذة لسكانها، بالتالي طلع منا عدد ضخم من اللاجئين إلى دول الجوار، يعني سببوا إرباك لدول الجوار، ويعني خاصة الصغيرة منا، يعني سببوا إرباك بدرجة كبيرة للبنان، بدرجة أقل للأردن، بدرجة أقل لتركيا، وغير دول الجوار كمان الدول الأوروبية اللي استقبلت أعداد يعني ليست مألوفة من اللاجئين، كمان بلشت تعاني من يعني مشكلات اقتصادية واجتماعية، ومشكلات اندماج، ومشكلات مختلفة بوجود اللاجئين. ويعني على الأقل ما عاد بدها أعداد جديدة منهم باستمرار الحرب في سوريا، أو استمرار التهديدات للسكان، أو باستمرار ظروف العيش السيئة التي تدفع الناس إلى الهجرة. فالسبب هذا هو كان أساسي بالترحيب بأي تغيير بسوريا عن الوضع اللي بيسموه ستاتيكو اللي كان سابقا. السبب الثاني طبعا كمان معروف، اللي هو
أنه البلد صارت مصدرة للكبتاغون والمخدرات، وهذا الشيء كان يأثر على مستوى المنطقة ويوصل لدول الخليج اللي حاولت مع بشار بخلال السنة سنتين الأخيرات دخلت بمسارات تطبيع معه من أجل أنه تحل هاي المشكلة وما انحلت. وهو كان معروف طبعا أنه يعني متعنت ومتعجرف لدرجة أنه الأيادي التي يعني مدت له لم تفده والحمد لله. فكان في أصلا ترحيب بالتغيير في سوريا، لا سيما أنه هي يعني دولة محطوطة على يعني لستة مشكلات العالم منذ 14 سنة. فكان في رغبة أنه هاي البلد تتحول إلى بلد مستقر ويشق طريقه باتجاه العيش الكريم والازدهار والتنمية. وبالتالي صار في قبول إقليمي ودولي لحكومة الأمر الواقع التي استلمت السلطة بعد معركة ردع العدوان، رغم أنه يعني هذه الحكومة منبثقة عن حركة اللي هي تحرير الشام، حركة مصنفة بالإرهاب عند دول كثيرة وعند الأمم المتحدة، وشخوصها الأساسيين كمان عندهم نفس المشكلة. بس تم التغاضي عن هاي المسألة وصولا إلى تفكيكها وتخفيفها بالتدريج من أجل أنه يعني ما في بديل، أو البديل هو الفوضى أو قيام حرب أهلية بالبلد. فإنه بدنا نعطي فرصة، يعني هيك فكرت الدول أنا تقديري، إنه بدنا نعطي فرصة للوضع القائم أن يثمر، وبدنا نساعده على يعني بناء سوريا جديدة مع التغاضي عن عدد من المسائل. هلا هذا الشيء خلى في توافد كبير نتذكره ببداية التغيير وانفتاح بالعلاقات وتنامي فيها على مستوى يعني أعداد الدول وعلى مستوى توثيق الصلات. وهذا الشيء يعني خلى الحكم الحالي ولا سيما الجناح الخارجي فيه يشعر بأنه هو قادر على تحقيق الكثير من النجاحات. يعني يتصور أن الظروف الموضوعية اللي أنا حكيتها من شوي ما هي الأساس، إنما الأساس هو مهاراته التفاوضية. فوصلت الأمور إلى درجة تخفيف العقوبات اللي طلع فيها هلأ قرار من الرئيس الأمريكي ترامب بما يشبه إلغاء العقوبات من أجل فسح المجال للدول والشركات أنه تشتغل بسوريا، وأنه البلد يعني تنحط على سكة صح باتجاه التنمية وباتجاه الاستقرار وباتجاه أنه تكون بلد مسالم لجواره. ولا هون كمان نحن ما لازم ننسى شغلة، أنه يعني هذه العلاقات التي وضعت أسسها مع الدول الغربية ودول الخليج العربي ودول الإقليم لم تكن أيضا بدون مقابل سياسي، وهو تعهد السلطة الحالية بانتقال سوريا بلا شك من المحور الإيراني الروسي إلى المحور الغربي العربي الخليجي الليبرالي المحافظ، فضلا عن فتح آفاق لإجراءات سلام مع إسرائيل. لسه حدوده ليست واضحة، وصار يعني ثابت أنه في مفاوضات هادئة كما وصفت أخيرا، كما وصف المبعوث الأمريكي، تجري بهذا الشأن، وأنه لن تشكل سوريا بصيغتها الحالية أو المستقبلية ضمن هذا المشروع القائم تهديدا على أي من دول الجوار،
وخاصة على إسرائيل، باعتبار أنه يعني الصراع الأساسي كان بين سوريا وبين إسرائيل ضمن الصراع العربي الإسرائيلي. هلا هذا على الصعيد الخارجي. على الصعيد الخارجي جيد بلا شك، وله ظروفه الموضوعية بلا شك، ويعني غير كافي أيضا، لأنه بانتظار ما سيتمخض عن كل ذلك عمليا. لأنه يعني هاي الحكومة قيل عنها مرارا أنه الكلام جيد وننتظر التنفيذ. فيعني أنت وقت يعني تكون لطيف اللسان مع يعني الدول، أوكي، هذا مدخل جيد بس غير كافي، خاصة وقت يعني أنت بتوعد عدد كبير من الدول المؤثرة في الإقليم، واللي ممكن تستفيد من نفوذها بسوريا، بتوعدها بشراكة استراتيجية. فيعني كيف يمكن أن تلبي هذه الشراكات الاستراتيجية العديدة مع شركاء يعني ما بالضرورة يكونوا دائما متفقين؟ هذا الشيء رهن بالمستقبل، ولنشوف يعني كيف ستتصرف بشأنه يعني السلطة القائمة. بدنا ننتقل للملف الداخلي، ولكن بدنا نقول شغلة بداية، يعني انه يعني السلطة الحالية تفكر اكثر من غيرها. يعني بجوز في سلطات كثيرة في المنطقة هون تفكر انه اذا انت اخذت الاعتماد الخارجي فيدك في داخل بلدك مطلقة، تصرف اللي بدك اياه، ما عاد مهم. هلا هذا الشيء يعني نسبيا صحيح. هلا مو جهدنا بهذا المكان انه نحدد نسبيا يعني الى اي درجة صحيح، ولكن يعني السلطة الحالية تفكر يعني تقتنع، تؤمن بذلك أكثر من غيرها. فلذلك مهتمة جدا بعلاقاتها الخارجية، وما يلزم من إصلاحات في الداخل عم تعمله بناء على الأجندة الخارجية. وهذا طبعا بالتالي يعني أمر مؤسف يعني. وهلأ راح يتضح معنا لما نحكي عن الملف الداخلي. بالملف الداخلي طلب خارجيا من السلطة مجموعة من الإجراءات التأسيسية إلى يعني الدولة الحديثة، منا مؤتمر الحوار الوطني، ومنا الإعلان الدستوري، ومنا هلأ حاليا مجلس الشعب، ويعني أشياء من هذا النوع يعني صار يعني معروفة بشدة. من المؤسف إنه هاي الأشياء يعني أجريت بدرجة يعني عالية من الاستهتار. يعني ما بعرف إذا في بلد بالعالم عمل مؤتمر حوار وطني بخلال 6 ساعات، يعني خاصة بلد يعني خارج من يعني ثورة طولت 14 سنة، ويعني صراع عنيف جدا ووحشي ودامي عمله النظام تجاه المحتجين عليه، وبنعرف حجم الدمار والقتلى والكذا كله معروف. فحوار وطني ب6 ساعات يعني هذا يعني أكيد لا يوصف بأوصاف إيجابية. الإعلان الدستوري كمان في يعني حكي عنه الكثير، هو مفصل لإرضاء رغبات الذين طالبوا بوضعه. مجلس الشعب حاليا كمان يعني لنشوف كيف راح يصير، بس يعني ما في تفاؤل. يعني أصلا في عندك 50 عضو اللي هن ثلث الأعضاء بعينهم رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وعندك البقية كمان في لهم يعني آليات انتخاب
ستكون مضبوطة بشكل كبير، مثل ما ضبطت الحكومة، وهلأ رح نحكي عليها بعد شوي. فيعني بالأخير عم تصرف السلطة الحالية يعني بهاي الاستحقاقات بطريقة انه يعني عم تعملهم شكليا، و يعني بتاخذ الورقة اللي بالاخير موقعة، اللي باسم حوار وطني، مؤتمر حوار وطني او اعلان دستوري، او بتعطيه على يعني مبعوث الاممي جير بيدرسون، او للامريكان او للاوروبيين او كذا، انه نحن يعني ادينا هاي الاشياء. هلا هذوليك ليسوا غافلين عن الطريقة اللي مشيت فيها الامور، ولكن كمان ضمن نفس التساهل في الاشتراطات، يعني عم يتقبلوا انه اوكي، يعني هاي المسائل مشيت يعني، ودائما بيطالبوا السلطة يعني قدر من الإصلاحات، وقدر من التشاركية مع جميع السوريين بما فيهم الأقليات، وليس فقط الأقليات. ويعني وبيراقبوا ماذا يحدث في هاي الملفات كلياتها. هلأ عمليا يلي صار انه السلطة اخذت هذا الوقت اللي هو مثل ما حكينا صار قريب من 7 شهور، لتمكين أذرعة في كل مناحي الدولة. بداية بأول شهر شهرين، لما كان في بالبلد حكومة تسمى حكومة مؤقتة، اللي هي كان الكتلة الأساسية فيها هي حكومة الإنقاذ القادمة من إدلب مع المحررين، وجرى توسيعها كمان بطريقة يعني قطاعية، يعني وغامضة، يعني ليست شفافة. بهذاك الوقت أيام الحكومة المؤقتة قيل للسلطة انه انتو يعني معتمدين بس على جماعتكم، اللي هن اعضاء في هيئة تحرير الشام، او حلفاء وثيقين جدا لها، او موظفين سابقين عندكم بحكومة الانقاذ. فصار الجواب وقتها بأول شهرين هذا الحكي انه ايه صحيح، ولكن بداية الواحد بيعتمد على الناس اللي بيعرفون، من أجل أنه هدول فريق منسجم بيفهم على بعضه بسرعة، والبلد في حالة استثنائية إنقاذية. فنحن مضطرين لهذا الشيء الآن، من أجل أنه تمشي البلد يعني بالعجلة الدنيا اللازمة للناس وللحياة. مجرد ما ترتاح الأمور رح يصير في تشاركية. هلا التشاركية كان مفروض تصير مثلا بواحد من المفاصل الأساسية، اللي هو الحكومة القائمة الآن، اللي هي الانتقالية، واللي هي ربما حسب كلام أصحابها أنه ربما تعيش لمدة 4 سنوات أو 5 أو ما بعرف بالضبط. واللي هي يعني صارت بعد 3 شهور أو 4 شهور من التحرير. فكان المفروض أنه تكون يعني هاي الحكومة فيها تعددية كافية، بس الحقيقة أنه على النهج السوري السابق صارت تعددية شكلية. أنه الحكومة الوزارات السيادية فيها لأعضاء هيئة تحرير الشام، الوزارات من الدرجة الثانية لأعضاء سابقين كانوا بحكومة الإنقاذ. وهدول لما بنقول انه اعضاء بحكومة الانقاذ، ما بالضرورة انه ما يكونوا اعضاء ايضا في هيئة تحرير الشام، لانه عضوية الهيئة يعني امر ليس معلنا بوضوح في غالب الاحيان. ثالثا في يعني وزراء
يعني يا إما يسمون تكنوقراط، يا إما وزراء يعني محسوبين ضمنا على أقليات من أجل مراعاة التوازن المفترض في البلد. ولكن يعني أيضا كما كان يحدث سابقا أنه ممكن يكون يعني عدد من المسؤولين السنة الذين يعني يوضعون في الواجهة دون أن يكون لهم فاعلية حقيقية أو تمثيل جدي. كمان في عنا بهاي الحكومة وزير علوي لا يعترف به العلويون، وزير كردي لا يمثل الأكراد، وزير درزي ليست له شعبية في السويداء، وزيرة امرأة وحيدة ومسيحية، فإنه يعني حققوا فيها شغلتين سوا. وزائد انه هي يعني سابقا كانت تشتغل بالان جي اوز والمنظمات المجتمع المدني، ف يعني رادوا انه يحققوا من خلالها مجموعة من الارضاءات لاطراف مختلفة. بينما التحكم الفعلي هو للمقربين من السلطة الموثوقين، للأعضاء السابقين من هيئة تحرير الشام. طبعا هيئة تحرير الشام من المفترض أنه هي حلت نفسها كما حلت جميع الفصائل والتنظيمات بمؤتمر النصر الذي بايع أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في البلاد. بس هاي نحن يعني لسنا متأكدين من أنه الجميع حل نفسه، لأنه يعني في فصائل لسه بتتصرف كفصائل. ويعني على كل حال شبكة علاقات الهيئة واضح أنه هي مستمرة، سواء كانت هي مستمرة كتنظيم أو لا. ليس فقط الوزارات السيادية سيطروا عليها الأعضاء أو الأعضاء السابقين في هيئة تحرير الشام، وإنما الفترة الماضية اللي كان فيها شغل دؤوب ومستمر وسريع جدا من قبل السلطة، استغلت من أجل تعيينات يومية وكثيرة لأعضاء أو مقربين أو محسوبين أو موثوقين بالمناصب المتوسطة في الدولة، مما يضمن الهيمنة. هلأ بداية إذا نحكي عن الجيش، يعني قبل أن يمر شهر على التحرير طلعت قائمة بما سمي في ذلك الوقت ترفيعات لضباط، ويعني شملت 2 برتبة لواء صاروا، و6 على ما أذكر برتبة عميد، وتقريبا شيء 20 أو 30 واحد برتبة عقيد. الحقيقة يعني تسمية الترفيعات هي تسمية مراوغة، لأنه في منهم يعني ليست لهم رتبة سابقة في الجيش إطلاقا، يعني في منهم مدنيين، يعني بما فيهم واحد من هدول اللواءين اللي هو عين وزيرا للدفاع بالحكومة المؤقتة وبالحكومة الانتقالية الحالية، اللي هو مرهف أبو قصرة، اللي هو مهندس زراعي. يعني علاقته بالجيش انه هو خدم خدمة إلزامية قبل الثورة، يعني هي بوقتها كانت خدمة إلزامية أصلا يعني مدة قصيرة للجامعيين. وهو يعني كان بالسنوات الأخيرة قائد عسكري ل يعني الجناح العسكري بهيئة تحرير الشام. فترفيعه إلى لواء يعني ما مضبطة كلمة ترفيع، يعني هو تعيينه لواء، يعني تعيينه لواء كيف على أي أساس، على هذا يعني ما مهتمين يوضحوا لنا. والبقية نفس الشيء، يعني في منهم كانوا ضباط سابقين وهن قلة.
يعني كانوا منشقين برتب معينة، منحوا الآن رتبة أعلى بدرجتين أو ثلاثة أو أربعة. وفي منهم كمان طبعا ستة غير سوريين كما يعلم الجميع. هدول كانوا آه، القادة الأساسيين بالجيش، آه، وضمنه هيمنة هيئة تحرير الشام ومن ترتضي من الحلفاء على المؤسسة العسكرية الناشئة والوليدة. ثم هدول صار يتعينوا قادة فرق آه، بالمناطق اللي هن كانوا فيها أصلا، يعني موجودين يعني قادة ألوية بالهيئة أو قادة فصائل أخرى. آه، انفتح باب التطوع بالجيش كمان، يعني كان عليه طابع واضح باتجاه يعني استقطاب العرب السنة. يعني حتى لما يعني الدورات لما تصير الدورات القصيرة، الاستقبال تبع الدورات لما يتصور أو حفل تخريج أو كذا، كان عليه واضح يعني طابع العربي السني المتدين أو الإسلامي أو ما يشبه ذلك، مما طبعا يعني يثير يعني شعور بالتهميش لدى الأقليات اللي هن يعني بسوريا، يعني ما نقلال، يعني لا يمكن الاستخفاف فيهم يعني. وانت عم تبني مفروض دولة وطنية. وفي مرحلة كتير متأخرة وبعد كثير من الشكاوى والتذمر انه انتو كيف عم تهملوا الضباط المنشقين، فيعني عملوا شوية خطوات استرضاء، التقوا برياض أسعد، بعدين بعتوه على الحج قالوا. وبعدين قال انه يعني بعد كم شهر يعني انه صار يلتقوا بالضباط المنشقين، صار يلتقوا اللي هن خلص صاروا اساسيين، ربما يكونوا ليسوا ضباط على الاطلاق بس خلص صاروا ضباط. صار هن يفحصوا الضباط المنشقين لحتى يشوفوا الواحد اهليته ووين ممكن يحطوه، وغالبا راح ياخذوهم بوظائف استشارية وإدارية ليست مؤثرة في الجيش. من الناحية الأمنية ووزارة الداخلية، معروف أنه استلم وزارة الداخلية أنس خطاب اللي هو كان رئيس جهاز الأمن العام التابع للجولاني في إدلب. حتى جهاز الأمن العام لم يكن تابعا لهيئة تحرير الشام، كان تابع مباشرة لقائد هيئة تحرير الشام أو محمد الجولاني. فوصول أنس خطاب إلى منصب وزير الداخلية يعني أتاح له أنه كمان أنه يعين من أسماهم ضباطا في يعني قيادات ما أسماه الأمن الداخلي في المحافظات. وهاي طلعت من تقريبا شهر بالتوازي مع تعيين عدد من المعاونين اللي منحهم كمان رتب كما يشاء. يعني مثلا معاونه للشؤون الأمنية اللي هو اسمه عبد القادر طحان منح رتبة لواء. هو سابقا ما له أي رتبة، هو كان معروف بلقبه أبو بلال القدس أثناء عمله في جهاز الأمن العام التابع مثل ما حكينا من شوي لقيادة هيئة تحرير الشام. يعني كان أمني معروف بإدلب، وسابقا كان مقاتل عسكري لما الثورة تعسكرت. بس هو يعني ليست له أي رتبة عسكرية سابقة على الإطلاق. صار لواء، وقادة الأمن الداخلي في المحافظات أظن كلهم منحوا رتبة عقيد على الماشي. وزارة الداخلية أصدرت هاي القرارات مصحوبة بالاسم والصورة
بدون أبدا سي في توضح لنا إنه هذا الزلمة يعني مواليد كذا فلان منطقة دارس هيك يعني مؤهلاته لحتى صار بهذا المكان ما في داعي نعرف نحن. وخلص صاروا هن اللي مستلمين البلد من الناحية الشرطية والأمنية غير الاستخباراتية. فصاروا هدول الضباط المعينين حديثا بوزارة الداخلية هن المسؤولين عن البلد من الناحية الشرطية والأمنية، ما عدا الاستخباراتية اللي انعمل لها جهاز مستقل لسه هو يعني قيد التكوين. من الناحية المدنية والحكومية يعني قبل أن يأتي وزراء الحكومة الانتقالية الحالية إلى مكاتبهم كان قد عين عدد كبير من معاونينهم ومن رؤساء الأقسام الأساسية، وهدول بيجي الوزير وما بيقدر يغيرهم. ولاحقا يعني الذي لم يعين قبل وصول الوزير صار يعين بعدين، مثل ما بنشوف نحن بالفترة الأخيرة بتصدر مراسيم بتعيين معاون وزير، فبالتالي لا يستطيع الوزير أنه يلغي مرسوم لأنه الوزير يمتلك القرار مو المرسوم. فالمعاونين اللي كان بيلتقي فيهم لاختيارهم ماهر الشرع شقيق أحمد الشرع اللي هو استلم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ثم صار يلتقي فيهم يعني بتكليف من ماهر الشرع المهندس علي كدي كمان اللي موثوق جدا من قبل قيادة الهيئة من خلال تجربته الطويلة معهم المعروفة في إدلب. فبالتالي حتى الوزير يعني اللي مستقل بنسبة أو بأخرى هو محاط بمعاونين يعني معينين مسبقا أو لاحقا ومفروضين عليه، ويعني لا يستطيع التصرف بحريته بالوزارة. وهذا الشيء اللي كان أصلا موجود بإدلب كان في بكل الوزارات يعني من يسمى مسؤول متابعة. المسؤول المتابعة مرتبط بقيادة هيئة تحرير الشام ويراقب عمل الوزير. فرجعنا لفكرة انه الوزراء يعني مواجهات بالكامل بس تقريبا مواجهات، يعني ممكن متاح لهم انهم يشتغلوا شوية اشياء تقنية وليست كبرى، يعني حتى من ناحية الصفقات والعقود هناك الكثير من الكلام انه هي تتم بأماكن أخرى ليست حكومية، تتم بفندق الفور سيزونز اللي صار معروف تماما للقاءات الجانبية ولكنها يعني اللقاءات الأساسية، أو تتم بالاجتماع بحازم الشرع أو بالاجتماع بشخص لقبه أبو مريم الأسترالي وهو مهاجر من أصل لبناني يحمل الجنسية الأسترالية، مستلم الآن دور أساسي بالاقتصاد. وبعض الأشخاص الاقتصاديين الآخرين اللي كانت أصلا تعتمد عليهم الهيئة بإدلب هدول اللي بيلتقوا ب يعني الشركات الكبيرة ورجال الأعمال السابقين بسوريا من أجل تسوية وضعهم مقابل أجزاء من ثرواتهم فيما يسمى من قبل يعني هذا الخط بأنه هو استرداد للمال الوطني. بس الحقيقة هذا الاسترداد يعني غريب الشكل ويتداخل مع موضوع المصالحات غير الشفافة يلي عم تصير تجاه
ليس فقط رجال الأعمال، وإنما حتى يعني رجال العسكرة ورجال الميليشيات في النظام السابق، واللي أثار طبعا يعني استهجان الكثيرين من حاضنة الثورة، وسط تلكؤ وبطء في ملفات العدالة الانتقالية، فضلا عن ملف السلم الأهلي الذي لا يبدو أنه يسير بخير بعد مجازر الساحل تجاه العلويين، يلي مؤخرا صدر تقرير رويترز الذي يحمل مسؤولية لناس كبار بوزارة الدفاع الحالية الناشئة في هاي المجازر، ثم صارت الصدامات بجرمانة وصحنايا وأشرفية صحنايا ولا حدود السويداء. مؤخرا في توتر ليس عسكريا الحمد لله مع المسيحيين. مسار الاتفاق مع الأكراد يعني ليس يعني واضحا ومريحا بدرجة كافية. صار في اتفاق عام وأحيلت التفاصيل الكثيرة إلى لجان، وهاي اللجان يعني يبدو اجتماعاتها قليلة الفائدة، بس يعني نأمل خيرا. في اعتماد للسلطة اعتماد كبير على جمهور عربي سني عريض، طبعا لا يشمل كل العرب السني بلا شك، ولكنه نسبة كبيرة بين العرب والسنة الذين يعني يصطلح على تسميتهم الآن رمزيا بالأمويين، واللي هن يعني مبررين للسلطة شو ما عملت، وغير آبهين بالشراكة والتعددية. ويعني أنا كمان بتقديري إنه هن ما عندهم وعي كافي يعني كيفية بناء الدولة، يعني في قدر من الاستهتار بهاي المسألة. بيفكروا إنه ممكن تنعمل الدولة يعني خاوة مثل ما بيقولوا وتمشي. الحقيقة إيه ممكن تنعمل خاوة وتمشي لوقت معين، بتكون عم تخبي أنت الألغام تحت مستقبل البلاد، وهو ما لا نتمناه ولا يتمناه أحد دون شك. وتجربة الأسد ب يعني ترحيل المشاكل والتجاهل واضحة جدا لما أدت إلى الانفجار الكبير ب 2011 وإلى الصراع المديد مع قواته المتوحشة حتى سقطت أخيرا. نحن ما نتمنى نكرر أي شيء من هذا ولا بأي جزئية، لذلك نأمل أنه يعني السلطة الحالية تخفف تمركز حول يعني الشخص الرئيس تبعها اللي يعني ميوله نحو التحكم بالبلد ليست خافية. تخفف تمركز حول أعضاء هيئة تحرير الشام أو الموثوقين جدا من قبله، وتخفف تمركز حول القاعدة العربية السنية باتجاه كل السوريين.